لاعب الاتحاد يتسبب في أزمة داخل منتخب الجزائر. ماذا حدث؟ تصريحات مفاجئة من حارس الاتحاد حيلة مارتينيز التي ساعدته على التألق. يشهد المنتخب الجزائري في الآونة الأخيرة مشكلة متكررة تتمثل في الخلاف حول تنفيذ ركلات الجزاء بين اللاعبين، وهو ما يثير تساؤلات حول الانضباط داخل الفريق وقدرة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على فرض سلطته. وطالبت صحيفة الشروق بضرورة استئصال الورم السرطاني حسب تعبيرها، وهو ما يتعلق بالخلاف بين حسام عوار لاعب نادي الاتحاد السعودي وسعيد بن رحمة ثنائي المنتخب أثناء تنفيذ ركلة الجزاء التي شهدتها مباراة الجزائر ضد توجو ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025. وتكررت حادثة التنافس على تنفيذ ركلات الجزاء في أكثر من مناسبة، أبرزها مباراة الجزائر وتوجو، حيث دار جدال بين سعيد بن رحمة وحسام عوار قبل أن ينفذ الأخير الركلة بنجاح. كما سبق هذه الحادثة أزمات مشابهة بين لاعبين آخرين، مما يدل على وجود مشكلة عميقة تتطلب تدخلا عاجلا. وأحرز حسام عوار لاعب نادي الاتحاد هدفا في المباراة التي جمعت بين المنتخب الجزائري ومنتخب توجو، حيث تمكن محاربو الصحراء من تحقيق فوز عريض ب5 أهداف مقابل هدف. أعرب بريدراغ رايكوفيتش حارس مرمى منتخب صربيا عن سعادته البالغة بالانتصار الذي حققه منتخب بلاده ضد سويسرا بالأمس ب2 دون رد ضمن لقاءات دوري الأمم الأوروبية. وتمكن رايكوفيتش حارس مرمى الاتحاد من التصدي لركلة جزاء من المنتخب السويسري ببراعة شديدة، مانحا بلاده نقاط المباراة الثلاث بعدما اختتم ألكسندر متروفيتش النتيجة لصالح صربيا. وقال رايكوفيتش في تصريحات عبر شبكة نوفا سبورت: من الجيد سماع شيء من هذا القبيل، لكن لن أركز فقط على نفسي بل على الفريق بأكمله. أنا سعيد لأننا ملأنا الملعب وكانت الجماهير تشجعنا طوال 90 دقيقة. وأضاف حارس مرمى نادي الاتحاد في تصريحاته: أنا أفضل أن ألعب في ملعب تكون الجماهير أقرب إلى الملعب، وجميع اللاعبين يفضلون أن يكون الأمر هكذا وأن يكون الجو جيدا. عندما تكون الجماهير قريبة من الملعب أعتقد أنه يخلق أجواء أفضل ورائعة. وتابع رايكوفيتش حديثه عن التصدي ركلة جزاء واستفزاز تشاكا: هذه بعض الحيل العادية، نحن نعرف مارتينيز الأرجنتيني الذي يفعل ذلك بشكل أفضل مني، تلك هي حيل كرة القدم. أنا أعتمد دائما على الحدس، لكني أقوم أيضا بالتحليل قبل كل مباراة، لكن الحدس الأول. واختتم حارس مرمى الاتحاد تصريحاته قائلا: لقاء سويسرا ليس أفضل مباراة لي في دوري الأمم الأوروبية، ولكنها بالنسبة لي أفضل من إسبانيا. تصديت لركلة جزاء وقاتلنا وفعلنا كل ما نحتاجه تكتيكيا، فعلنا كل ما نستطيع فعله في ملعب صعب ونستحق ال3 نقاط. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد استعداداته لمواجهة نادي القادسية ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي للموسم الكروي 2024 و2025. وقرر لوران بلان المدير الفني الفرنسي لنادي الاتحاد خوض مباراة ودية في 7:30 من مساء اليوم الأحد أمام نادي جدة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف المباريات عقب نهاية فقرة التوقف الدولي. ويسعى العميد إلى مواصلة عروضه القوية في دوري روشن السعودي، وذلك بتحقيق الفوز على النادي القادسية من أجل مواصلة الضغط على نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري. موعد مباراة الاتحاد ضد القادسية في دوري روشن يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مساء السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر الجاري. مباراة غاية في القوة تجمع بين الاتحاد ضد القادسية ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي. وتنطلق المباراة التي تجمع بين الاتحاد ضد القادسية ضمن منافسات دوري روشن في الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة 10 مساء بتوقيت أبو ظبي.